في البداية أتمنى من السيد عند التمديد أن يتسع صدره ويقدمه كما قد صبرنا على حديثك عن تاريخك الماضية. أرجو أن تتسع صدرك لنقدنا. أولا أنا في صميم، أنا كنت ولم أعد في صميم المعجبين بك قبل أن تنقلب وقبل أن لم تعد تنطلي علينا دعواك. أخاطبك وقلت يا أخي اصبر علينا ولكن بكل واقعية. سيدي، كنا من معجبيك حين كنت تقصف برصاص، حين كنت تقصف الأنظمة القامعة وتقصف الأنظمة القاتلة، ولم نعد، وأنا شخصيا لم أعد من معجبيك كما أتمنى قبل ذلك عندما اندهشت كيف يدعى أمثالك إلى أرض الشهداء. في هذه المناسبة أتمنى أن لا يشتري أحد كتابك، لأنك في نظري لم تعش مرتين وإنما مت مرتين. واصبر معي. مت حينما قضيت على مسيرتك العنترية الإعلامية، حينما رحت تساند نظاما انقلابيا، حينما رحت تساند نظاما قمع الكلمة وأغلق القنوات وكمم الأفواه وزج بآلاف من الصحفيين، ولم نسمعك تنبس ببنت شفا حينما أغلقت 6 قنوات قبل أن ينقلب النظام العسكري في مصر. سكت ولم تنبس ببنت شفا حينما قتل الناس في رابعة. لم تنبس ببنت شفا حينما أغلقت آلاف المواقع الإلكترونية للمعارضة. أوصيتنا فيما أوصيتنا بأن نخاصم بنزاهة، لكنك لم تفعل ولم تخاصم مخاصموك ولم تخاصم مناوئيك بنزاهة. كنت من الذين قبلوا أن كنت لا سيدي دعني أقول له، هو الآن ضيف. لا يا سيدي دعني أقول ما أريد. هو صدر وهو رحم. سيد عبد القادر خلينا نقول أنا لم أسب ولم أشتم. لا يحق له اليوم بعد أن فعل ما فعل أن يأتي إلى أرض الشهداء وأن يكمل. هذا إعلامي وليقبل مني ذلك. هذا كذب على التاريخ قد لا يعلم الكثيرون ممن هنا في هذا كذب على التاريخ ممن في القاعة أن الأستاذ حمدي قنديل بعد أن قصف برصاص قبل أن يقتل الناس برصاص في مصر. اليوم سجون مصر ملأى بالأبرياء، وسجون مصر ملأى بالمعدومين، وسجون مصر ملأى بالذين ينتظرون مشارق الإعدام، وهو الآن يسكت ويتلو علينا عنصرياته. يجب أن لا أنا مندهش كيف سمح لك أن تضع قدمك أرض الشهداء في ذكرى غالية مثل ذكرى أول نوفمبر. السلام عليكم.